السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا في أول شيء من سلسلة كيف الاستعداد لرمضان. اتكلمنا عن إخلاص النية لله تبارك وتعالى، إن أنت تكون مخلص النية ونيتك صادقة إلى الله تبارك وتعالى. اللي النهاردة إن شاء الله نتكلم عن أمر ثاني من هذه السلسلة الطيبة اللي هي كيفية الاستعداد لرمضان، ألا وهي التوبة الصادقة. علشان تقبل على رمضان وتكون مقبول بإذن الله تبارك وتعالى في رمضان لازم تتوب من كل الذنوب التي كنت بتعملها قبل رمضان. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. التوبة الصادقة واجبة في كل وقت ومن كل الذنوب. في كل وقت لابد أن تجدد التوبة، ومن كل ذنب لابد أن تتوب سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولكنها في هذا التوقيت اللي هو قبل شهر رمضان أوجب وألزم وأهم من غيره من الشهور. لماذا؟ لأنك مقبل على موسم طاعات عظيمة جدا، سوق. احنا بنسمي رمضان سوق الآخرة. بتخش تاخد من السوق ده كل اللي انت عايزه، علشان هو ده زادك اللي انت هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي انت بتقدمه لنفسك وهتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. وصاحب المعصية لا يوفق للطاعة في رمضان ولا يؤهل للقرب سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان. دايما تلاقي صاحب الذنوب الكثيرة جدا يجي في رمضان ولا قادر يصلي قيام الليل مع الناس، ولا قادر يصوم بالنهار، ولا قادر يذكر ربنا سبحانه وتعالى، قاعد كده مش قادر يحرك شفايفه بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا قادر يمسك مصحف في ايده، ولا قادر مثلا يزور مريض، ولا قادر يصل رحمه. سبحان الله، منتظر الفطر، منتظر بس ان هو اول ما يأذن يبدأ هذا الرجل يأكل، ولم يقدم لله شيئا في يومه في رمضان. فهذا مخذول، صاحب الذنوب محروم من رضا الله تبارك وتعالى. وإن قيد الذنوب يمنع عن المشي إلى طاعة الرحمن. دايما تلاقي نفسك مش قادر تعمل الطاعات مع أنها يسيرة وسهلة، لكن حضرتك لو حد نادالك صديق ليك أو صاحب ليك ووقفتوا في الشارع تتكلموا، ممكن تتكلم مع الرجل ده أو مع الشخص ده ساعة واتنين في أمور لا قيمة لها، لكن تيجي عند المصحف سبحان الله العظيم مش قادر تمسك المصحف تقرأ جزء من القرآن الكريم، أو أن تقرأ في كتاب من كتب أهل العلم تستفيد حديث معين، شرح حديث تعرفه لزمايلك، أو أن أنت تعرف قاعدة فقهية أو حكم فقهي تعرفه لأهلك في البيت والكلام ده كله. فدايما الأمر ثقيل عليك. وإن ثقل الذنوب يمنع الخفة للخيرات والمسارعة في الطاعات، فتجد القلب في ظلمة وقسوة وبعد عن الله وجفوة، دايما قلبه قاس عن ذكر الله تبارك وتعالى. فكيف يوفق مثل هذا للطاعة؟ لا يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للطاعة، أو كيف يصلح لخدمة الله تبارك وتعالى، أو كيف يدعي للمناجاة وهو متلطخ بالأقذار والنجاسات. لا يمكن. ما حد اللي زي الشخص اللي زي كده مش هيقدر أن هو يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى أبدا بهذه الكيفية التي هو عليها. كل هذا بسبب شؤم المعاصي وضيق صدره وبعده عن الله تبارك وتعالى. وقد صدق الأول حين قال: حرمت قيام الليل سنة بذنب عملته. عمل ذنب من الذنوب فربنا حرمه من قيام الليل سنة كاملة، لم يستطع أن يقوم الليل. وعندما قيل للحسن: لا نستطيع قيام الليل، قال: قيدتك ذنوبك وخطاياكم، قيدتكم ذنوبكم وخطاياكم. وقال الفضيل: إذا كنت لا تستطيع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محبوس قد قيدتك ذنوبك. ذنوبك هي اللي خلتك مش قادر تقرب من ربنا، ومش قادر تطيع ربنا، ومش قادر تقدم لربنا شيء. فلا بد من التوبة النصوح المستلزمة لشروطها، المصحوبة برد الحقوق إلى أهلها، والمصاحبة للافتقار وإظهار الفاقة والحاجة إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لازم تظهر لربنا قبل رمضان إن أنت محتاج ربنا، وإن أنت محتاج ربنا يكون معاك، وإن ربنا ييسر لك أمرك، وإن مفيش حد في الدنيا هيقدر يقدم لك الحاجات دي غير ربنا. عشان كده تصلح للعبادة في رمضان. ولا بد من إظهار الرغبة بحسن الدعاء ودوام الاستغفار وكثرة الإلحاح
والتضرع إلى الله بالقبول، وأن يجعلك ممن تقبل توبتهم قبل رمضان، وأن يكتبك في آخره في ديوان العتقاء من النار. وعلامة الصدق كثرة الإلحاح ودوام الطلب وكثرة الاستغفار، فارفع يديك إليه وناجه وتوسل إليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن فضله في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أرجو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لفضلك أن تقنط راجيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. هذه بعض الأمور اللي الإنسان يستعد بها قبل رمضان حتى يكون من الفائزين في رمضان. للأسف الشديد ابتلينا في هذه الآونة الأخيرة بأشياء شغلتنا كثيرة جدا عن الاغتنام شهر رمضان. في أمور دخلت علينا كتير جدا خلتنا ما بنقدرش نغتنم شهر رمضان. بمعنى يعني مثلا تجد الإنسان يضيع أوقات كثيرة جدا في رمضان، وهذا الوقت ثمين جدا. الوقت في رمضان ثمين جدا وغالي جدا، لأن زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا في الحلقة الماضية إن ربنا سبحانه وتعالى بيعتق ناس من النار كل يوم من أيام رمضان. إن في كل ليلة من ليالي رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عتقاء من النار. ليه ما تكونش حضرتك واحد من الذين يعتقون في رمضان؟ ليه تخلي رمضان كله يعدي عليك بدون ما تعتق من النار؟ وده هدفنا الأساسي في هذه الدنيا، إن احنا نعتق من النار وندخل الجنة. ليس لنا مبتغى إلا ذلك، إن احنا نعتق من النار وندخل الجنة. طيب حضرتك طول الشهر مشغول بالأكل، مشغول بالعمل، مشغول بالمقاهي والمكافيهات التي يجلس عليها الناس طوال الليل. في رمضان الناس يصلون قيام الليل في المساجد وهو يجلس على المقاهي يشرب شيشة ويشرب مثلا سجائر ويضحك ويلعو ويلهو، والله عز وجل ينظر إليه من فوق 7 سماوات. ألأجل هذا خلقتك؟ ربنا يقول كده: ألأجل هذا خلقتك أمن أجل هذا خلقتك واستخلفتك في الأرض؟ فهذه فرصة عظيمة يا إخوة رمضان، إن احنا نصلح كل اللي يعني أفسدناه في عامنا، وإن احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا في رمضان إن ربنا يعتق رقابنا من النار. وحضرتك ساجد دايما تقول: اللهم اجعلني في رمضان من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم يسر لنا صيام رمضان وقيام رمضان والاجتهاد في العبادة في رمضان. دايما حضرتك تدعو كتير جدا ان ربنا يوفقك للعبادة في رمضان. للأسف الشديد في نقطة مهمة جدا بحب انوه عليها، اللي هي الناس لما قلوبها قاسية تمام، فبتكون العبادة صعبة جدا في رمضان عليها. وده يتحل ازاي يا جماعة؟ ده يتحل بالاستعداد لرمضان قبل ذلك. لو حضرتك مثلا جيت ان انت مثلا تجري مسافة طويلة جدا من اول مرة لن تستطيع ان تبلغها، يعني مثلا هتجري حضرتك 5 كيلو على بعض، فهتيجي في نص الطريق او قبل نص الطريق وتلاقي نفسك تعبت جدا مش قادر تكمل. لكن لو انت مستعد للامر ده من قبل كده فهتجري ال5 كيلو مفيش اي مشكلة. هكذا حالنا يكون في رمضان. اول يوم في رمضان ما شاء الله المساجد ممتلئة والناس في روحانيات عالية جدا والناس مستعدة ومتحمسة لرمضان، وتجد ان تاني يوم غير اليوم الاولاني، وتالت يوم غير التاني، ورابع يوم غير التالت، وخامس يوم غير الرابع، وهكذا حتى اذا انتهت العشر الاوائل من رمضان تجد المساجد عادت خالية كما كانت في الاول، وتجد الناس قد انفكوا عن المصاحف وتركوا الاستغفار وتركوا العبادة والذكر. فهذا بسبب أنهم لم يتمرسوا هذا الأمر قبل يعني بدء رمضان وقبل أن يعني يأتيهم
أو أن يبلغهم رمضان. فالأمر ده مهم جدا يا جماعة، اللي هي المفروض إن احنا بنجتهد في العبادة في العشر الأواخر أكتر من الأوائل. يعني مش نجتهد في العشر الأوائل وبعد كده ننام خالص طول الشهر، لا. العشر الأوائل درب نفسك فيهم، وعليك من الأعمال ما تطيق، ما تجهدش نفسك قوي في العشر الأوائل. حتى إذا أتتك العشر اللي في الوسط مثلا، تجد نفسك اتدربت على العبادة أكتر. حتى إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان وجدت نفسك ما شاء الله في العبادة وتجتهد أكثر، حتى تكون ممن يعتقون في العشر الأواخر من رمضان، وحتى تكون أيضا من أهل ليلة القدر. فهذه دعوة إلى التوبة الصادقة قبل رمضان من كل الذنوب التي أنت عليها، حتى تكون مؤهلا ومستعدا لبلوغ شهر رمضان، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجدد لك ما أفسدته ويحسن لك ما أفسدته قبل رمضان. ونسأل الله تبارك وتعالى إخواني وأحبابي أن يرزقنا وإياكم الله عز وجل التوبة الصادقة، وأن يطهر قلوبنا من الأدناس والمشاغل والشواغل قبل رمضان، وأن يزرع في قلوبنا حب العبادة وحب التقرب إليه سبحانه وبحمده، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.